بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل الامتحان ال11 محافظة دمياط، علوم، تالتة إعدادي، ترم تاني، كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان 2024. السؤال الأول أكمل. رقم 1: عندما يحل المغنيسيوم محل عنصر النحاس في محلول ملحه فإنه يتكون راصب. المغنيسيوم لما يحل محل النحاس، مغنيسيوم هيحل محل النحاس، ينتج MgSO4 ويترسب النحاس الأحمر الCu، فإنه يتكون راصب أحمر من مادة النحاس. طيب رقم 2: تفرز الغدة الدرقية هرمون نقط الذي يضبط مستوى الكالسيوم في الدم، الكالسيتونين. طيب رقم 3: كسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة يسمى كسر وتكوين، كسر الروابط وتكوين روابط، إذا التفاعل الكيميائي. طيب رقم 4: عندما يقل إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة تنشأ حالة نقص إفراز هرمون النمو، إذا القزامة. طيب رقم ب: اختر من العمود B ما يناسب العمود A. يستخدم الفولتميتر لقياس فرق الجهد والقوة الدفع الكهربية، إذا 1/4. جريجور مندل مؤسس علم الوراثة، 2/3. التيار المستخدم في عملية الطلاء الكهربي، التيار الكهربي المستمر. من الصفات المتنحية في الإنسان، الشعر الأملس، إذا 4/1. طيب رقم ج: ماذا يحدث مع كتابة المعادلة التفاعل رمزيا إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم؟ نترات الفضة AgNO3 مع كلوريد الصوديوم NaCl ينتج ال Na قبل ال Ag في متسلسلة النشاط الكيميائي يحل محله، إذا ينتج ال NaNO3 زائد ال AgCl. يحدث تبادل مزدوج بين أيوني ال Na وال Ag ويتكون ملح نترات الصوديوم وراصب أبيض من كلوريد الفضة. طيب بعد كده رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. أي العناصر الآتية أكثر نشاطا في متسلسلة النشاط الكيميائي؟ النحاس ولا الهيدروجين ولا البوتاسيوم ولا المغنيسيوم؟ مين أنشط واحد؟ البوتاسيوم، ده في بداية متسلسلة النشاط الكيميائي. إذا البوتاسيوم أنشط من النحاس وأنشط من الهيدروجين وأنشط من المغنيسيوم. البوتاسيوم يسبق كل العناصر دي. طيب بعد كده رقم 2: تدفق الشحنات الكهربية في سلك معدني يمثل المقاومة ولا شدة التيار ولا التيار الكهربي ولا فرق الجهد؟ يمثل التيار الكهربي. التيار الكهربي عبارة عن تدفق شحنات في السلك، لكن شدة التيار بنحدد كمية الشحنات في زمن معين. طيب رقم 3: عندما تكتسب ذرة الكلور إلكترون لتكمل مستوى طاقتها الخارجي فإنها تتأكسد فقط. هو لما بتكتسب إلكترونات يبقى دي عملية أكسدة ولا عملية اختزال؟ عملية اختزال. واللي يختزل يصبح عامل مؤكسد، إذن الاختيار رقم د. طيب رقم 4: يستخدم جهاز نقط متحكم للتحكم في قيمة المقاومة في الدائرة الكهربية. الأميتر ده بيقيس شدة التيار، الفولتميتر ده بيقيس فرق الجهد والقوة الدفع الكهربية، الريوستات هو ده اللي بيستخدم فيه التحكم في قيمة المقاومة، الأوميتر يستخدم في قياس المقاومة. طيب رقم 5: يرجع حدوث تغيرات في تركيب الكروموسومات الجنسية للآباء ويكون نتيجتها ولادة أطفال غير عاديين إلى التعرض لجرعات إشعاعية كبيرة لفترة زمنية طويلة؟ لا.
طب كبيرة لفترة زمنية قصيرة؟ برضو لا. صغيرة لفترات زمنية طويلة؟ أيوة صغيرة لفترات زمنية طويلة. طيب رقم ب، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، تفاعلات كيميائية يتفكك فيها المركب بالحرارة إلى مكوناته البسيطة، ده تفاعلات الانحلال الحراري. طب إحدى طرق توصيل الأعمدة الكهربية للحصول على قوة دفع كهربية أقل ما يمكن، ده التوازي. مهما زودت عدد الأعمدة قاف د كاف هي قاف لعمود واحد. طيب رقم 3، كيس قابل للانتفاخ يوجد في السيارات الحديثة كوسيلة أمان في المواقف الطارئة، ده الوسادة الهوائية. طيب رقم 4، فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة، ده القوة الدافعة الكهربية للمصدر الكهربي. طيب رقم ج، يوجد علاقة بين نشاط غدة البنكرياس وارتفاع نسبة السكر في الدم، فسر ذلك. احنا عارفين لما بيحصل خلل في البنكرياس لما بيفرز هرمون الانسولين كميته ما بتكونش كافية ان هي تخفض نسبة السكر في الدم، فبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم وبيحدث مرض البول السكري. إذن عند حدوث خلل في البنكرياس وتكون كمية هرمون الأنسولين غير كافية، ترتفع نسبة السكر في الدم ويحدث مرض البول السكري. طيب بعد كده السؤال الثالث، صوب ما تحته خط في كل مما يلي. رقم 1، بتسخين هيدروكسيد النحاس نحصل على نحاس وهيدروجين. هيدروكسيد النحاس اللي هي CuOH/2 لما نسخنه ينتج CuO زائد H2O، إذن أكسيد نحاس وبخار ماء. طيب رقم 2، تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية في الأعمدة والبطاريات، ده الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية في الأعمدة والبطاريات. طيب رقم 3، Fe زائد 2HCl مخفف FeCl3 زائد H2، ده احنا بنستخدم هنا الحديد الثنائي أو يعني بنستخدم أيون الحديد الثنائي. إذن FeCl2 FeCl2 مش Cl3. طيب رقم 4، يعتمد انتقال الشحنة الكهربية بين موصلين على شدة التيار الموصلين، لا على فرق الجهد بين الموصلين، فرق الجهد الكهربي. طيب رقم ب، استخرج الكلمة غير المناسبة في كل من العبارات الآتية. رقم 1، حجم النواتج، تركيز المتفاعلات، درجة الحرارة، العوامل الحفازة. مين المختلف؟ حجم النواتج، والباقي العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل. طيب رقم 2، لون الشعر، لون الجلد، عدد الأصابع، فصائل الدم، التحدث بلغات مختلفة. مين المختلف؟ التحدث بلغات مختلفة، والباقي صفات وراثية، لكن التحدث بلغات مختلفة دي صفة مكتسبة. طيب رقم 3، تفاعل حمض مع قلوي، تفاعل إحلال بسيط، تفاعل حمض مع ملح، تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. مين المختلف؟ تفاعل إحلال بسيط، والباقي أنواع تفاعلات الإحلال المزدوج. طيب رقم 4، لون قرن البازلاء، وضع زهرة البازلاء، طول جذر البازلاء، لون زهرة البازلاء. ما خدناش احنا صفة في نبات البازلاء اللي هي طول جذر البازلاء. طيب رقم ج، في الدائرة الكهربية المقابلة القوة الدافعة الكهربية لكل عمود 2 فولت والمقاومة الكهربية 4 أوم. أوجد احسب قراءة الأميتر، ده ب2 وده ب2 وده ب2، دول متوصلين توالي يبقوا ب6، ودول متوصلين توازي يبقى كلهم ب2. 6 و2 8.
إذا ج هتساوي 8. طيب قراءة الأميتر اللي هو ت هتساوي ج على م. ج ب8 وم ب4 هتساوي 2 أمبير. طيب بعد كده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم 1: تنحل بعض كربونات الفلزات عند تسخينها إلى أكسيد الفلز وغاز الأكسجين. كربونات بتنحل إلى أكسيد الفلز وغاز ثاني أكسيد الكربون. كربونات الفلزات اللي هي CO3 زي كربونات النحاس تنحل إلى CuO زائد CO2. طيب رقم 2: تتحكم الجينات في ظهور الصفة الوراثية للفرد. صح. تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء يعرف بالتعادل. صح. الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول طبقا للقانون الأول لمندل تكون صفة متناحية. غلط. الصفة السائدة هي اللي بتظهر في الجيل الأول بنسبة 100%. طيب رقم ب: اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية. مادة تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير. العامل الحفاز. طيب رقم 2: وحدة قياس شدة التيار المار في الدائرة الكهربية. الأمبير. طيب رقم 3: غاز يتصاعد عند تسخين أكسيد الزئبق. أكسيد الزئبق لما نسخنه أكسيد الزئبق HGO لما يتسخن يدينا HG زائد O2 الغاز اللي هو غاز الأكسجين. طيب رقم 4: جهاز يستخدم لقياس شدة التيار الكهربي في الدائرة الكهربية. جهاز الأميتر. طيب بعد كده رقم ج: وضح على أسس وراثية صفات الجيل الناتج ونسب الأفراد الناتجة من تزاوج أرنب أسود اللون B كابيتال B سمول مع أنثى بنية اللون. B كابيتال B سمول مع أنثى بنية. هنا بني اللون أنثى وهنا ذكر أسود اللون. دول الآباء. الجاميتات ده هيطلع جاميتا بكابيتال وجاميتا بسمول وهنا بسمول. F1 بكابيتال بسمول اسود بسمول بني 50% ل50%. شكرا لكم.